السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. الاول حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، ومتنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل اشعار بالوصفات الجديدة اللي هنزلها. النهاردة هنحضر مع بعض احلى واسرع طاجن فراخ بالبطاطس. ممكن تقدميه لضيوفك او لولادك في الغداء. لو انتي مستعجلة او موظفة يبقى الطاجن ده ليكي. يلا مع بعض نشوفوا حضرته ازاي. المقادير طبعا على حسب الافراد اللي هتاكل. معايا الفراخ غسلها كويس جدا ومقطعاها، ومعايا حلقات بطاطس وبصل، واحدة متقطعة والتانية مبشورة. المتقطعة شرايح رفيعة انصاص كده، ومعايا فلفل متقطع حار او بارد، ده حسب راحتك، وطماطم واحده متقطعه واتنين مبشورين. ودلوقتي معايا البهارات ملح وفلفل ومكعب مرق. اسهل طريقه واطعم طاجن ممكن تدوقيه، بجد جميل جدا وهيعجبكم، وسهل جدا في تحضيره، يعني ما فيهوش اي حاجه صعبه يعني. دلوقتي حطيت البصل على الطماطم على الفلفل، وهحط كمان البهارات. لازم نقطعه نكسروه او نقطعوه بايدينا كده، او نفركوه المكعب المرق عشان ما يتجمعش كله في مكان واحد، يتوزع كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، والملح والفلفل مع بعض. ولو انت عايزه تحطي شطه مفيش مشكله. هقلبهم كويس جدا مع بعضيهم. الطاجن ده سريع جدا، تقدري تقدميه لو انتي موظفة وجاية متأخر، او لو اليوم كله دروس ومدارس وكده تقدري بردك تقدميه. لو انتي جالك ضيوف كده على سهوة ومش محضرة حاجة، تقدري بردك تعمليه سهل جدا وسريع، جنبه رز بالشعرية وسلطة خضراء. ما شاء الله بجد جميل جدا وطعمه في منتهى الجمال. انا عن نفسي بحب طعمه جدا يعني. دلوقتي بجبت الطاجن بتاعي، ولو هتعمليه في صينيه او في طاجن فخار مفيش اي مشكله. بفرش بقى من التتبيل اللي انا عملته، اللي هو البصل والطماطم والفلفل وعليهم البهارات، في الارضيه بتاعت الطاجن. وبعد كده بنزل بحلقات البطاطس برصها كده، تبقى فرشه تحت الفراخ. تقدري طبعا تزودي البطاطس زي ما انت عايزه، زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما رصيت البطاطس كده وظبطتها، بحط شوية تاني من التتبيلة اللي انا عملتها عشان البطاطس بردك تتبل وتاخد الطعم. وبنزل بقى بقطع الفراخ. تقدري تحطي فراخ انصاص او فرخة على بعضها، بس اهم حاجة تبقى مفتوحة من الظهر عشان تستوي كويس. بعد كده حطيت قطع الفراخ بتاعتي كلها. بقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دلوقتي بقى بعد ما ظبطت الفراخ ورصيتها، بقيه البطاطس اللي معايا بحطها كده حوالين الفراخ من فوق، عشان بردك لما اشغل عليها الشوايه تتشوي معايا وتبقى طعمها حلو. اللي من تحت ما بتبقاش طبعا اخده الشوي اللي من فوق، بتبقى طريه، دي تبقى ناشفه شويه. وبنزل ببقيه التتبيل كله، اللي هي الطماطم والبصل، فوق الفراخ كده من على الوش. بغطي بيها الطاجن كده وبظبطه وبقفله كويس قوي مع بعضه. سهل جدا في التحضير وفي المقادير، والطعم مقولكيش عليه، بجد هيعجبك جدا. بصوا بقى، بجيب كده ورقة فويل وبغطيها. لو انت عايزة تحطي ورقة زبدة من تحت، اللي هو الورق الزبدة، اللي هو الورق بتاع الأفران اللي انت بتخبزي عليه ده، عايزة تحطيها من تحت الورق عادي مفيش مشكلة، تحت الورقة الفويل. بس أنا عن نفسي بستعملها كده عادي مفيش أي مشكلة. بقول لكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. بصوا بقى كده، هي كده جهز الطاجن معايا. بدخله الفرن من تحت على درجة حرارة عالية، قعد معايا حوالي ساعة في الفرن. بصوا طلع دايب جدا. وبعد ما طلع زي ما انتوا شفتوا، شلت الورقة وشغلت عليه الشواية لحد ما اتشوى معايا كده وتحمر الوش، والفراخ عطتني الشكل الجميل دوه. بصوا، عايزه اقول لكم يعني درجه السوا بتاعته دايب جدا وجميل جدا، والطعم خرافي بجد، تحفه. جربيه ومش هتندمي. ولو انت مستعجله اعمليه، مش هياخد منك اي وقت ولا مجهود ولا حتى ادوات. البطاطس زي ما انتوا شايفين كده هي دايبه خالص. وكمان هوريكم الفراخ
بصوا مستوية جدا، ويعني هي كانت بتقع كده ومن على العظم لوحدها. بصوا شايفين الدبوس يعني مستوي جدا ولونه ابيض من جوه في منتهى الجمال. والصوص ده بقى مع الرز بالشعريه مش قادره اقول لكم تحفه. بالهنا والشفا على اللي اكله، وبالهنا والشفا عليكم لما تجربوه وتقولوا له رايكم في الكومنتات. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى الفيديو ما يكونش طويل عليكم، واتمنى كمان اكون خفيفه عليكم. متنسوليش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان تشجعوني اكتر، واقول لكم باي باي.